يا راجل يا امام، حرام عليك يا امام، ده الجون فاضي بتعمل باكورد في الوقت دوت. عموما الكلام ده ليا انا كزملكاوي ده كلام عادي جدا وبشوفه كتير وشفته ايام ما كانوا بيلعبوا في الزمالك. لعيبه الزمالك دايما بتحب الفزلكه، هم كده لعيبه نادي الزمالك بتحب دايما تصدر الضغط لجمهورها ونبقى كسبانين 1-0 بس ويلعبوا بطريقه كعب رجل حسين باكوردي يا محمدي وهم لعيبه فوق العارضه. يا جدعان والله العظيم الكلام ده للاهلاويه يعتبر جديد عليهم، لكن انا كزملكاوي عندي حصانه من الموضوع ده خلاص انا عرفته. وفي اخر ربع ساعه في الماتش يوم الترجي لازقهم جون ويخرجوا من البطوله. دي السيناريوهات المتفق عليها مع لعيبه نادي الزمالك طول عمرنا، فانتوا استحملوا بقى في اللي جاي. بص 1-0 اهو للاهلي، وانا بقول لكم بنسبه 90% الترجي ممكن يتعادل والاهلي هيخرج بسبب الفزلكه دي. يا راجل العب كوره صريحه، حطها في الجون وخلاص. بعد ما تبقى 2-3 اتفزلك براحتك، بس دلوقتي وتتفزلك هتدفع ثمن ده كله. هو اللعيب الوحيد اللي ماسك نفسه في الاهلي هو تريزيجيه بصراحه. لو لعيبه الاهلي فيها نص الحماس بتاع تريزيجيه الاهلي يكسب كل البطولات. شايفين المهاجم الطويل بتاع الترجي ده اللي ملوش اي 30 لازمه؟ مش عارف ليه حاسس انه بيحرجم على جون وهينتج جون، احساسي كده. وفي برضه حاجه انا ملاحظها، الاهلي لو وصل مع الترجي لضربات الجزاء، حارس الترجي بسم الله ما شاء الله عليه يقظ جدا وعنده سرعه رد فعل جامده جدا، ويمكن في ضربات الجزاء يبقى ملوش حل. انا مش متابع في ضربات الجزاء بس التكنيك بتاعه بيقول ان هو حارس جامد قوي. يا راجل يا امام، حرام عليك يا امام، ده الجون فاضي بتعمل باكورد في الوقت دوت. عموما الكلام ده ليا انا كزملكاوي ده كلام عادي جدا وبشوفه كتير وشفته ايام ما كانوا بيلعبوا في الزمالك. لعيبه الزمالك دايما بتحب الفزلكه، هم كده لعيبه نادي الزمالك بتحب دايما تصدر الضغط لجمهورها ونبقى كسبانين 1-0 بس ويلعبوا بطريقه كعب رجل حسين باكوردي يا محمدي وهم لعيبه فوق العارضه. يا جدعان والله العظيم الكلام ده للاهلاويه يعتبر جديد عليهم، لكن انا كزملكاوي عندي حصانه من الموضوع ده خلاص انا عرفته. وفي اخر ربع ساعه في الماتش يوم الترجي لازقهم جون ويخرجوا من البطوله. دي السيناريوهات المتفق عليها مع لعيبه نادي الزمالك طول عمرنا، فانتوا استحملوا بقى في اللي جاي. بص 1-0 اهو للاهلي، وانا بقول لكم بنسبه 90% الترجي ممكن يتعادل والاهلي هيخرج بسبب الفزلكه دي. يا راجل العب كوره صريحه، حطها في الجون وخلاص. بعد ما تبقى 2-3 اتفزلك براحتك، بس دلوقتي وتتفزلك هتدفع ثمن ده كله. لعيبه الترجي بدات تطمع في الماتش وبدات تهاجم على الاهلي وربنا يسترها على النادي الاهلي. جون جابوا فيهم جون، مش ممكن يا جدعان، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ مش اوفسايد، مش اوفسايد. انا قلت لكم والله العظيم. بص انا بقول لكم كل حاجه بتحصل يا جدعان، السيناريوهات دي شفتها كتير وانا عارف. انا لسه قايل لكم من شويه طالما امام عاشور اتفزلك وحط الكرة فوق، دي سيناريوهات الزمالك والزملكاويه. خليكم فاكرين كلامي، وانا قلت لكم اهو دي السيناريوهات المتفق عليها مع نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك. يلا يلا يلا، ولسه هو ممكن الاهلي يكسب 2-1 زي ما انا قلت قبل كده. بن شرقي بيرد لهم الهديه بتاعتهم. فاكرين لما كان بن شرقي بيلعب في الزمالك في السوبر الافريقي، لعيب الترجي اداله الكوره قام رايح جايبها جون، فالنهارده بيرد لهم الواجب بيقول لهم خدوا انتوا بقى هاتوا جون التعادل في الاهلي عشان نخرج. فشكرا لبن شرقي لمجهوداتك. كمان مسكوا الكوره وبيهاجموا الاهلي والحكم لحقهم. الترجي بعد الهدف بدا يفتح وبدا الاهلي كمان يهاجم، فالمفروض الاهلي يستغل دلوقتي ويجيب الجول الثاني ده لو عايز يصعد. هو اللعيب الوحيد اللي ماسك نفسه في الاهلي هو تريزيجيه بصراحه. لو لعيبه الاهلي فيها نص الحماس بتاع تريزيجيه الاهلي يكسب كل البطولات. شايفين المهاجم الطويل بتاع الترجي ده اللي ملوش اي 30 لازمه؟ مش عارف ليه حاسس انه بيحرجم على جون وهينتج جون، احساسي كده. وفي برضه حاجه انا ملاحظها، الاهلي لو وصل مع الترجي لضربات الجزاء، حارس الترجي بسم الله ما شاء الله عليه يقظ جدا وعنده سرعه رد فعل جامده جدا، ويمكن في ضربات الجزاء يبقى ملوش حل. انا مش متابع في ضربات الجزاء بس التكنيك بتاعه بيقول ان هو حارس جامد قوي. لعيبه الترجي بدات تطمع في الماتش وبدات تهاجم على الاهلي وربنا يسترها على النادي الاهلي. جون جابوا فيهم جون، مش ممكن يا جدعان، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ مش اوفسايد، مش اوفسايد. انا قلت لكم والله العظيم. بص انا بقول لكم كل حاجه بتحصل يا جدعان، السيناريوهات دي شفتها كتير وانا عارف. انا لسه قايل لكم من شويه طالما امام عاشور اتفزلك وحط الكرة فوق، دي سيناريوهات الزمالك والزملكاويه. خليكم فاكرين كلامي، وانا قلت لكم اهو دي السيناريوهات المتفق عليها مع نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك. يلا يلا يلا، ولسه هو ممكن الاهلي يكسب 2-1 زي ما انا قلت قبل كده. بن شرقي بيرد لهم الهديه بتاعتهم. فاكرين لما كان بن شرقي بيلعب في الزمالك في السوبر الافريقي، لعيب الترجي اداله الكوره قام رايح جايبها جون، فالنهارده بيرد لهم الواجب بيقول لهم خدوا انتوا بقى هاتوا جون التعادل في الاهلي عشان نخرج. فشكرا لبن شرقي لمجهوداتك. كمان مسكوا الكوره وبيهاجموا الاهلي والحكم لحقهم. الترجي بعد الهدف بدا يفتح وبدا الاهلي كمان يهاجم،
فالمفروض الاهلي يستغل دلوقتي ويجيب الجول الثاني ده لو عايز يصعد. انا بس كنت عايز اعرف جمهور النادي الاهلي المعاناه اللي احنا كنا بنعانيها مع اللعيبه ديت، والله العظيم نفس الحركات هي ما اتغيروش حتى لما راحوا الاهلي، لازم فزلكه. هي الفزلكه دي اللي ضيعتنا واخدت من عمرنا بطولات ملهاش اي 30 لازمه ان هي تضيع بسبب اللعيبه دي. انا فاكر في ماتش للزمالك كان 1-1 ولازم يجيب الجون الثاني عشان يصعد، وامام عاشور ايه فزلكه اهي على الاخر، كل شويه يحط الكره في العارضه يبقى هو الجون عايز يرقص الجون، يا عم حط على طول. فكل السيناريوهات دي عدت علينا واحنا عارفينها وانا حافظها. والله العظيم اول ما الكره بتاعت امام عاشور باكور دي ضاعت حسيت ان الترجي هيتعادل، لان انا عارف كل ده انا عارفه وعدى عليا يا جدعان عادي جدا. دول ضاغطين الاهلي خالص. ضربه جزاء، ضربه جزاء للترجي، ضربه جزاء للترجي، اما نتفرج على الفضيحه. لا ضربه جزاء، ضربه جزاء، ضربه جزاء، وهادي رياض لبس الاهلي ضربه جزاء محترمه عشان نبقى متفقين. ومن الاخر الكره دي لو جت جون باي باي يا اهلي، لو الكره دي ضاعت اعتقد ان ممكن الاهلي يرجع، والله اعلم، بس انا شايف بنسبه 90% لو دخل الجون شكرا سلام عليكم ولموا شنطكم، وهنتكلم بقى بعدين في اللي جاي. توجاي تاني اما نشوف بقى هيعمل ايه. لو دخلت مبروك للترجي، ما دخلتش الاهلي ممكن يرجع. ها والسبب في ده الجمهور، انا بقول لك اهو السبب في كل ده الجمهور، جمهور الاهلي. يا ريت تاخد بالك بقى من اللي جاي. توجاي 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 جون، توجاي حطها جون. ومعلش يا اهلاويه كنت بقول لكم هتكسبوا 2-1 وكنتوا داخلين تشتموني، طب اكسب بقى 2-1، يعني اكسب 2-1 وقول يا رب كانت تبقى 2-1. عرفتوا بقى انا بتكلم صح. وخلي بالكم من حاجه، لا الاهلي ولا الترجي ده هياخدوا البطوله، الاثنين ضعاف جدا. انا شايف بنسبه 60% ان الهلال السوداني كعبه اعلى من صن داونز اللي ممكن ياخد البطوله، فانا برشح حد من الاثنين، يا اما الهلال السوداني يا اما صن داونز. مع زيزو، زيزو وش السعد، هو الاهلي عمره اتغلب رايح جاي وهو معاه فريق المليارات؟ زيزو حبيب قلبي يا زيزو، زيزو وامام عملوا معانا الواجب التمام. هو ده اللي كان بيحصل مع نادي الزمالك، اللعيبه دي هي اللي كانت مضيعانا. فحلال عليكم بقى، حلال عليكم موسم صفري، وان شاء الله لسه الدوري، ان شاء الله لسه في الدوري هتتعجنوا، بس اصبر، بس اصبر، اللي جاي ايه جلاش، اللي جاي جلاش. والميزه بقى ان الحمد لله انا قلت كل الكلام اللي بيحصل لدرجه ان انا عارف اللي هيحصل وانا بقوله بيحصل فعلا ومتسجل اهو معاك. انا قلت طالما امام عاشور ضيع الكره دي يبقى اكيد الترجي هيجيب جول، قام جايب جول وقام جايب الثاني، ومبروك عليكم الخروج. الاهلي يتعادل بمروان عثمان، بس يفيد بايه الجول؟ خلاص يا معلم فاضل 5 دقايق، وقول يا عم كمان 5 دقايق وقت بدل ضايع. انت لعبت قدام الفرقه دي 180 دقيقه جبت جونين، فعايز في 10 دقايق تجيب جونين؟ انت كده باي باي والسلام عليكم، اوعى تتعشى. انت ممكن بس تكسب 3-2 اللي هو ايه مكسب شرفي، لكن انت كده كده بره والسلام عليكم. خلاص بقى دفاع النادي الاهلي التزم لك وبقى عامل زينا زمان، كل ما نبقى متعادلين وعايزين نجيب هدف الفوز ورا تلاقي شوارع، وده اللي بيحصل مع النادي الاهلي دلوقتي. مش انتوا خدتوا لعيبه نادي الزمالك؟ خدوا صفاتهم بقى كمان بالمره. انا اكتر واحد سعيد باللي انتوا عملتوه معانا. يلا يا معلم افرحوا بقى واتبسطوا، اتبسطوا باللعيبه ديت، يلا حلال عليكم والله العظيم حلال عليكم. زيزو بالصلاه على النبي بيبدع في اضاعه الكور واضاعه الفرص. الكره كانت معاه، كان ممكن يعملها بينيه لمروان عثمان يبقى هو الجول، لا عايز يتفزلك فزلكه الزملكاويه. خليك كده اوعى ترجع لمستواك اللي كنت فيه في الزمالك. الحمد لله رب العالمين ان احنا خلصنا منك. ده بقى فيديو لواحد اهلاوي جالي من يومين وقال لي تراهني ان الاهلي هيصعد. قلت له يا ابني انت عايز ابوك ياكل وشي؟ ويقول لي هو عشان عبيط فانت راهنته وكسبت منه الرهان؟ حد يراهن عيل زي ده؟ كده كده معروفه ان الاهلي هيخرج من الترجي، راهنته ليه؟ فقلت له يا ابني ما توقعنيش مع ابوك، لو قعدني مع ناس هيغلطوني. كده كده الاهلي خارج، فالحمد لله كلامي اتحقق والاهلي خرج، وما راهنتكش اهو يا عم، ما راهنتكش ومش هقول اسمك، بس انت لما تشوف الفيديو هتبقى عارف انا بتكلم على مين. اتهلت معلش بقى معلش، انا اسف، انا غلس النهارده في حقكم، لان انا انتوا فرقه فاضيه والترجي ده فرقه فاضيه. يعني الترجي ده اتفرجوا عليه مع سان داونز هيحصل فيه ايه؟ هيتلسع له 4-5. فباي باي يا اهلي، ونشوفكم ان شاء الله السنه الجايه في الكونفدراليه باذن الله، ونشوف بقى فريق المليارات بتاعكم هيعمل ايه في الكونفدراليه. اللي كل الاهلاويه بقى هيبداوا يقولوا ايه، لا الكونفدراليه حلوه، الكونفدراليه جميله، الكونفدراليه كاس العالم للانديه بره. الف مبروك للاهلي وللاهلاويه الخروج
اللي انا قلت لكم عليه وهكسبكم رايح جاي. كنت انا بقول لكم في فيديو هتكسبوا 2-1، دخلتوا تشتموني. طب يا عم كان يا ريتها 2-1. عموما استنوا بقى الفيديوهات بتاعت الرياكت بتاعت الماتش، واللي بسطني ومفرحني ومعرفني ان انا بفهم كوره ان انا كل اللي كنت بقوله بقى يحصل على الهوا. وانا بقول الاهلي هيخش فيه جول يقوم داخل فيه جول، الاهلي هيخرج يقوم الاهلي خارج. فالف مبروك الف مبروك للاهلاويه، واستنوا فيديوهات ايه جامده جدا. واخدين بالكم ان الاهلي تزاملك خلاص اهو. بص مغلوب 3-2 والدفاعات اتفتحت والدنيا باظت، فرقه فاضيه. الاهلي فرقه فاضيه والله العظيم، الترجي فرقه فاضيه. وافتكروا كلامي مع سان داونز، شوفوا سان داونز هيعمل فيه ايه، هيفشخوا. لكن انتوا فرقه فاضيه، وانا بقول لكم اهو انتوا لو كنتوا صعدتوا لسان داونز كان زمانكم ايه، فضيحه بجلاجل. بس عموما دي برضه فضيحه، الترجي خدكم رايح جاي. يا بتوع الترجي